يهبل اللي ما تفهمش في الشركه ونقطه الشغل. مش كفايه التعديلات الغبيه اللي انت طلبتها مني؟ ما انصحش حد يتعامل مع العميل الغبي ده تاني. ده انا معلش تلاقي كانت لحظه غضب بس، وبعدين صدقني هو غبي فعلا. انت ما شفتش ساب لي تقييم عامل ازاي مع اني مسلمه كل اللي هو عاوزه؟ ده بيبتزني يا سياده القاضي، انت عاوزني اسكت؟ لا طبعا تسكت ازاي؟ اشتمه واشتم اهله كمان ما يعرفوش يربوه عشان يحترم عليك في اكونت الشغل بتاعك. يعني انت الحمد لله كنت عديت مرحله التقييمات الزائفه اللي اتكلمنا عنها في اول حلقه، بس لما ربنا يكرمك بتقييمات حقيقيه تروح مبهدل العميل ومسح بكرامه الارض، وبتتفنن بقى اللي انت تقفل لنا الاكونت اللي بنبنيه من السنه اللي فاتت بتصرف مسيطر منك. برافو عليك. ما تكبرهاش يا عم سباعي، قصدي يا سياده معالي القاضي انا هبقى محترم وهعترف ان انا اللي عملته ده غلط وهحسن التصرف بعد كده. ما كبرهاش. براعي الاكونت اللي بنبني فيه بقالنا سنه، يبقى نتصرف كويس. عيوني مش هكررها تاني الا لو كان عميل ابن التقييم المسبق ده هو اول تقييم سيء انا استلمته على موقع الفريلانس، 2/5، وكاتب عني اني شخص مستهتر وزيرو كوميونيكيشن، واخرت له الشغل اكتر من مره، بس شغلي كان شغال وهو كاتب كده عني، ومش كاتب القصه وراه انه طلب مني تعديلات كتير وكان بيدقق على حاجات كتير، والاغرب اني كمان مش راضي على التعليق بتاعه وسايبه. وشكرا لك يا صديقي انك رجعتني وفكرتني بواحده من لحظاتي المأساويه جدا في مجال الفريلانس. لحظه حصولي على التقييم ده اللي اتهزقت فيه زي ما انت شفت، وكنت شايف ان دنيتي خلاص انتهت في المجال ده. الله يسامحك يا عم، لازم تقلب المواجع على الراجل الطيب اللي هيخرجني من السجن ده. الحقيقه خالص يا برعي، انا بالفعل حاليا اقول لك الحمد انا مبسوط بده، واني سبحان الله تخطيت الفتره دي اللي كنت فاكر فيها اني فعلا انتهيت. تقييم سيء خلاص جالي، والعملاء اللي بعده محدش يطلب مني حاجه بعديها، وانتهيت للاسف. مش هكذب عليك يا صديقي، هو التقييم رخم عليا فتره فعلا، بس كان في حركه لو انا كنت عملتها وقتها كانت الدنيا تبقى احسن بمراحل ليا، وللاسف انا ما عملتهاش. ده غير ان المفروض كنت اقرا اصلا ان التقييم ده هيجي لي في الاخر من اول مره كلمت فيها العميل في تفاصيل شغل وحاجات كتير لو رجع بيا الزمن بفكر الحالي كنت هلقطها احسن. بس سبحان الله المواقف دي هي اللي بتعلم الواحد، وانا جاي احاول اختصر عليك الموقف ده لا قدر الله عشان ما تقعش فيه، ولو وقعت فهقول لك تاني. بما ان الوقايه خير من العلاج، فخلينا الاول نتكلم على ان معظم التقييمات السيئه اللي انت مالكش دخل فيها وهي ظلم من العميل دي ممكن تتجنبها من البدايه بسهوله جدا، وده من وقت ما تختار العميل اللي انت هتشتغل معاه. وعشان خاطري حتى لو كانت لسه اول وظيفه ليك انت بتختار عميلك قبل ما هو اللي يختارك، وده عشان ما تتسوحش بعدين. في قصتنا ده عميل وقتها بعت لي تفاصيل شغل غير منطقيه وعاوزها تخلص في فتره قياسيه، وانا خطا كبير مني جدا وافق. قلت خلاص انا هضغط نفسي، ولما سالته على بيانات بسيطه جدا في اول العقد قبل ما نبدا شغل قال لي ان هو هيبعتها لي، فانا وافقت وبدات عشان نختصر وقت وما نتعطلش. وطبعا هبقى ابعتها لك من العميل دي اتاخرت عليا، فضل عندي حاجات متاخره مش عارف ابداها، وبعدها لقيت العميل داخل يزن عليا. طبعا هو مش متقبل ان دوت خطا منه هو في البدايه، وبعت لي باقي التفاصيل اللي انا اشتغلت عليها بالفعل، واكتشفت اني محتاج حاجات اكتر بعدين، فسالته عليها واخرني اكتر، ومره واحده طلب مني المشروع عشان هو مستعجل عليه جدا وانا مأخر عليه، وللاسف ما تقبلش ساعتها طلبي ان هو يمد المشروع تاني عشان احنا محتاجين شويه وقت فيه. ما كانش متفهم ان دي غلطته في البدايه، وهو كان طاغتني ومش واضح معايا، وانا وافقت للاسف على ده في البدايه. وهنا الخطأ الاساسي يا صديقي اللي انا وافقت رغم اني كنت شايف من البدايه ان واحد مستعجل جدا، ومع ذلك هو مش موفر لي بيانات استعجاله الاساسيه، وده عشان ننجز الشغل مع بعضنا سوا، وهو عميل بالنسبه لي كان واضح ان هو مش واضح. وبدات من بعدها لما حاولت اطلع من صدمه التقييم دي اني احط قواعد لنفسي انا ماشي بيها من وقتها لحد الان. العميل انا اللي بختاره قبل ما هو اللي يختارني، وبسهوله بقول لا لاي عميل احس انه مش مظبوط في الشغل في البدايه، في حاجه غلط فيه وهتسوحني. وصدقني معظم العملاء ممكن تجيبهم وتقراهم من الاول فعلا في اول تعامل معاك خالص. طيب فرضا انك مش هتعرف تظبط دوت في البدايه وهتتخدع في عملاء، وارد جدا دوت يحصل بالفعل. فيا صديقي هقول لك ناخد بالاسباب اللي تقلل من الوقوع في ده، ومن البدايه كده مع العميل اطلب الحاجات اللي هقولها لك عليها دلوقتي. قول له لو هتشتغلني في الاخر وتظبطني تقييم فهشتغلك في الشغل ومش هشتغله من الاول. ايه الجمله دي يا ابني؟ انت ليه هجومي كده؟ ما دوت اللي مسوحنا بالفعل. احنا فقط يا صديقي من البدايه واحنا بنعمل الاوفر ما بيننا وبين العميل هنقول له ان احنا نحط نموذج من الشغل اللي عاجبه هو كمرجع لينا، وهو متوقع ايه من شغلنا معاه ومن نتيجته النهائيه، وايه نظامنا في التعديلات. يعني هل في تعديلات معينه وايه شروطها؟ التعديلات ديت هتمشي ازاي؟ وهل التعديلات ديت ينفع تكون حاجه محوريه تغير شكل الشغل بتاعنا كله؟ ولو كانت حاجه محوريه فهل هي بفلوس ولا ايه؟ وحط كل حاجه واتكلم معاه من البدايه خالص عشان خاطري، عشان تشوفوا انتوا الاثنين فاهمين بعض وفاهمين عاوزين ايه من الشغل دوت ولا لا. لو عملت دوت في البدايه يا صديقي فصدقني
صدقني التقييمات السيئه دي شبه هتختفي من عندك تماما مستقبلا باذن الله، لانك بالفعل حكمتها من البدايه. وعشان كده اللهم لك الحمد انا اشتغلت مع حوالي 500 عميل مختلف بعد الحكايه دي، واخدت تقييمات سلبيه اكيد بس يعني كانوا محدودين جدا بفضل الله، لاني كنت بالفعل بحكمهم من البدايه. ماشي يا عم الشبح، عرفنا اننا لازم نبقى حلوين وناخد بالنا، بس احنا وقعنا خلاص، برعي واخد تقييم بيتهزق فيه، هعمل ايه بقى في الحكايه دي؟ يا ابني ما انت عملت بالفعل، انت هزقت العميل خلاص يعني وخلص. طب وانا عملت الصح، امال حابسني ليه؟ صح يا برعي الله يهديك، ما هو ده مش صح خالص اللي انت عملته بالفعل، انت ضيعت الفرصه الاخيره اللي كانت قصادنا عشان نحمي نفسينا. صدقني يا صديقي في عملاء كتير فاهمه انه محدش معصوم من خطا، مش بس انت، لا ده كمان العميل نفسه غيرهم بيغلط وبيتنرفز وبيغلس احيانا عليك وبيفتري في تقييمات. فعشان كده الصوره بتاعت تقييم العميل ليك بيبقى ناقصها الوجه التاني، ناقصها تقييمك انت وردك على تقييمه وتفسير انت اخدت التقييم دوت ليه، وده في حاله لو انت كنت مظلوم فعلا. يعني انا العميل اللي ساب لي التقييم الرخم ده في الاول، انا غلطت جدا اني ما ردتش عليه وسبت الناس بتدخل صفحتي بتشوف تقييم سيء جاي لي وعميل مهزقني، وانا مش بدافع عن نفسي ولا بفسر لهم ان هي غلطه العميل وهو اللي ما كانش محدد تعديلاته عامل ازاي وطلب حاجات ما اتفقناش عليها في البدايه، وما رضاش كمان يمد الوقت لما طلبت منه دوت، فساب لي التقييم دوت رخامه منه. لو انا كنت رديت على التقييم ووضحت الصوره بطريقه بسيطه مش مهاجمه، كنت هحول التقييم السلبي اللي هو سايبه لي لسلاح ليا بعدين لما حد يدخل عندي، لانك ساعتها هتوصل للعميل اللي بعده الصوره الكامله واني كنت محترمه للنهايه وتعاملت بشكل بروفيشنال جدا معاه. وده يقينا بيخلي العملاء تنسى شكل الريفيو اللي جالك ده وتتعامل بطريقه كويسه وتحترمك. وممكن يبقى التقييم السلبي دوت لما انت ترد عليه بطريقه كويسه يخلي سبب لعميل يدخل يشتغل معاك بعدين، ودي حصلت اكتر من مره. تقصد بعد ما كنت اشتمه اوضح انا عملت ده ليه؟ بعد ما تشتمه توضح؟ بص بقى، هو اصلا الكلام ده مش ليك خالص، يعني هو العميل اصلا ما اتبلاش عليك، انت اصلا غلطان والعميل كده فيك الحقيقه تماما. فاحنا مش هنكذب ومش هنالف حوار عشان معالي برعي يطلع من الورطه بتاعته، لانه افتكر يا صديقي هيبقى حرام. اتمنى انك تفتكر حرمانيه المواضيع دي قبل اي حاجه زي برعي. طب يعني انا لو غلطت اقفل الاكونت؟ ما تقول لي حلول يا عم. لا طبعا يا برعي، ولا تقفله ولا حاجه. هقول لك ممكن تعمل ايه. لو كان الشغل اللي بتعمله ثمنه بسيط وتقدر تضحي بثمنه، فممكن وقتها تعرض على العميل انك بتعتذر وخلاص الشغل هيبقى مجاني ليه، وده مقابل انك ضيعت وقته وجهده في المتابعه. لانك وقتها لو العميل ما دفعش فلوس ليك على بعض المواقع زي موقع اب وورك مثلا، فما ينفعش ان هو يسيب تقييم. يعني لو حسيت انه هيسيب لك تقييم سيء وعملت ريفاند للفلوس بتاعته، فوقتها مش هينفع يسيب تقييم في العام عندك، وهتبقى انقذت الموقف مقابل التضحيه بفلوسك. بس خد بالك انه ممكن يسيب تقييم برايفت للموقع، ودوت ياثر على الجي اس اس اللي هي السكور بتاعك على الموقع نفسه. ولو لا قدر الله خلاص ساب لك تقييم والموضوع انتهى، فصدقني هي مش نهايه الدنيا والله. كمل وابعت للعملاء. معظم العملاء صدقني مش بترجع وتقرا تقييمات العملاء ومش بيركزوا فيها قوي، ومنهم اصلا اللي مش بيقرا خالص. هو بيعتمد على قوه عرض العمل بتاعك اللي انت كاتبه له واللي احنا شرحناه في فيديو، صدقني هيغير طريقه تفكيرك تماما عن عرض العمل. فوقتها ما تحبطش يا صديقي وكمل، لان كلنا حصل وبيحصل وهيحصل معانا ده، فقط بناخد بالاسباب ونكمل بعدها والدنيا باذن الله هتبقى احسن، ما تقلقش. وافتكر ان العميل مش ابن خالتك. اللهم قوي ايمانك يا سباعي، عندك حق فعلا، لازم ناخد بالاسباب ونسامح ونعفو عن الناس وعن برعي المسكين الغلبان. طلعني واوعدك خلاص مش هشتم العميل تاني، هو مش ابن خالتي عشان يستحملني. يعني هو لو ابن خالتك هيستحملك عادي؟ لا يا عم بضحك معاك، طلعني يا عم واخلص، ده السلسله قربت تخلص وانا لسه موجود. هو انا لو ما خرجتش انت هتعمل ايه رمضان الجاي؟ تفتكر شايف صح ممكن نعمل سلسله ايه رمضان الجاي لو برعي ما طلعش وفضل في الحاسه بتاعه؟ يعني انا هستنى رايكم في التعليقات عشان هستوحي منها فعلا فكره ممكن نعملها. ابوس ايديكم قولوا له افكار اكون فيها بره السجن يا جماعه، الحقوني. هي المواقع تقدر تعمل لك حاجه لما تشتكي العملاء؟ طبعا طبعا تعرف تقفل لك الاكونت عادي جدا يعني. افرض هم ظالمين. اشتكي العميل الموقع فهو ياخد لك حقك. لو شتمك ابعت للموقع، فالموقع اسمه ده يقفلوا الاكونت بتاعه عادي. ممكن يعمل له سبام يعني كده. لو شتمك في الرسائل منكم بعضكم انما لو هزقك في البتاع لا في الريفيو ممكن، لو تهزيق فعلا في شتيمه كده هيمسحه وهيلغيه وهيعاقب العميل فيه. انما بيقول رايه خلاص لا، لو انت اللي هزقته تقفل الاكونت يعني. إيه ده؟ احترام. ايوه ده صح.